طول ما انت ما لبستش وما تسوحتش فالدنيا تمام. لكن اول ما تلبس هتقول يا ريتني بس كان حد قال لي الموضوع ده، يا ريتني حد كان نصحني وما لبستش اللبسه اللي انا لبستها دي. والعبد لله لبس لبس كتير في ألمانيا عشان ما كنتش بسأل وما كنتش بتعلم من خبرات الناس. فتعال اقول لك على شويه نصايح هتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس ان شاء الله بسيطه. تعال احكي لك. النصيحة الأولى، ما تمضيش على أي ورقة سواء كانت حكومية أو علاج في مستشفى أو في عيادة أو حتى في كورس اللغة اللي أنت بتاخده. أي ورقة أنت مش فاهم 100% المضمون بتاعها ما تمضيش عليها. أعرف واحد راح يشتري عربية وقالوا له سعر العربية كذا، خلينا نقول مثلا سعر العربية 10 جنيه، وراح مضى العقد على كلام الشخص اللي اتكلم معاه ان سعر العربية 10 جنيه. وبعد ما مضى العقد اكتشف ان سعر العربية 10 جنيه فعلا، بس هتدفع فوق ال10 7 عشان تأمين وعشان. وهو قال لي انا لو كنت اعرف ان المصاريف دي كلها، الزياده دي كلها موجوده مع سعر العربيه، انا ما كنتش هشتريها لان ده ضغط شديد جدا عليا. انا كنت فاكر ان انا هدفع ال10 وخلاص الموضوع خلص، لكن اكتشفت ان الموضوع مش كده. فما تمضيش طول ما انت مش عارف. خد الورقه وقول لهم هقراها واجي ارد عليكم، معلش دقيقه هقراها على جنب، وتصور بجوجل ترانسليت لو انت الالماني بتاعك مش كويس، وتعرف ايه مضمون الورقه دي قبل ما تمضيها. لكن عمرك ما تمضي على ورقه انت مش عارف ايه المضمون بتاعها. النقطه الثانيه، لو انت لسه هتيجي المانيا فكل ورقه بتجيلك بالبريد احتفظ بيها، اعمل منها نسخه، اعمل لها سكان، والنسخه دي ترفعها على كلاود، على جوجل درايف او اي حاجه، والاصل تحتفظ بيه في شنطه، عشان من الممكن انك بعد 3-4 سنين يطلبوا منك ورقه كنت جات لك قبل كده، او يطلبوا منك رقم في حاجه كان جالك من زمان. دي من النكت اللي بتتقال على المانيا، ان انت اي ورقه بتجيلك هي مهمه فما ترميهاش، احتفظ بيها واعمل منها نسخه ديجيتال. النقطه اللي وراها، اعمل الاقرار الضريبي بتاعك، لان غالبا الاقرار الضريبي ده هيجيب لك فلوس. ناس كتير بتطنش موضوع الاقرار الضريبي ودي حاجه غريبه جدا. انت ليك فلوس ممكن تسترجعها من الاقرار الضريبي. طب هجيب بقى منين محامي ولا محاسب قانوني الى اخره؟ مش محتاج. في ويب سايت اسمه بول UHL، عليه تقدر انت تقدم الاقرار الضريبي بتاعك. طب هتقولي طب بس ده بالالماني. هتفتح على الجوجل كروم وتكليك يمين ترانسليت، هيترجم لك كل حاجه في الموقع، وقدم الاقرار الضريبي بتاعك بالانجليزي. غالبا ان شاء الله هيجي لك فلوس اخر السنه او بدايه السنه الجديده يعني. النصيحه اللي بعديها، لما تيجي تفتح حساب البنك افتح حسابين. الحساب الاول على بنك من البنوك الكبيره المشهوره المعروفه زي شباركاسه مثلا. لا ارجح الدويتش بنك، تجربتي معاهم سيئه جدا. الشباركاسه كويس. افتح الحساب اللي هينزل لك عليه المرتب في الشباركاسه. بس لو انت فتحت الكارت الاونلاين بتاعك في الشباركاسه هتلاقي بنفسك بتدفع فلوس ملهاش اي لازمه على ابلكيشن البنك بتاعهم اللي هو سيء جدا. فادفع فلوس هنا في الحساب، لكن افتح حساب من الحسابات الاونلاين اللي هي مجانيه زي فيفيد او N26. هيدوك كارت اونلاين سواء فيزا او ماستر كارد، تقدر انت تشتري بيه اونلاين، تحجز تذاكر طيران، تعمل اي حاجه انت عايزها، وتبقى وفرت على نفسك المصاريف اللي موجوده في كارت او في الحساب الاساسي بتاعك اللي هو الشباركاسه. الشباركاسه بينزل عليه المرتب وبتدفع منه الايجار والحاجات الاساسيه، لكن لما تيجي تعمل حاجه اونلاين حول الفلوس من الحساب ده على الحساب ده، واستخدم الكارت اللي هو ببلاش سواء كان الفيزا كارد او الماستر كارد بتاعتك. لما تيجي تفرش عفش بيتك ما تروحش ايكيا او ايكيا، بغض النظر الناس بتقولها ازاي. انا غلطت هذه الغلطه البشعه ودفعت فلوس يعني مش لذيذه. الغلطه الاولى ان هم بيخبوا السعر. يعني انا رحت دفعت الفلوس على حاجه وانا بقى كنت مشغول ورايا مليون حاجه فبنجز، فدفعت، وبعد ما دفعت اكتشفت ان في فلوس يعني يمكن قد اللي انا دفعته للشحن وقد اللي انا دفعته للتركيب، فالموضوع ملوش اي 30 لازمه. لو انت كده مش هتعيش هنا طول عمرك، وكده انت عامل حسابك ان انت هتمشي كمان فتره، اشتري من الاوتلت. في محل مشهور قوي اسمه هوم 24 اوتلت، هتلاقي عليه اسعار انت مش هتفهمها، يعني مش هتفهم السعر. تروح تلاقي كنبه طويله عريضه ضخمه وتلاقي الكنبه ب20 يورو. ايه العيب الوحيد؟ انك محتاج ان انت توصل الكنبه بنفسك، هم بيوصلوش حاجه، انت لازم توصلها بنفسك. فيا اما هتحطها عندك في العربيه، يا اما هتأجر عربيه تجيب الحاجات وتروح بيها. ده اوتلت، يعني غالبا هيبقى فيه عيب، بس العيب ده مش دايما بيكون باين. يعني الحاجات اللي انا شفتها ان كان في كنبه عالميه جدا وضخمه جدا وحلوه جدا، بس الكنبه من ظهرها اللي هو غالبا هيكون في الحيطه كان فيها حته مفكوكه مقطوعه كده. يا عم هجيب لزق والزقها، ماشي حالك. هتلاقي نفسك بتوفر اسعار رهيبه جدا. هم 24 اوتلت، الاوتلت هتلاقي الاسعار بتاعته كويسه جدا. او شوف اي مكان اوتلت تقدر ان انت تشتري منه الحاجات بتاعتك. لو هتشتري عربيه، اشتري العربيه من مكان يكون ثقه. لا انصح الشراء من الافراد، انصح الشراء من معرفش بقى اجانس العربيات ولا اسمه ايه.
لكن لما بتشتري من مكان خاصة الريفيوز بتاعته عالية والناس كلها بتشكر فيه، بتبقى ضامن ان انت مش هيضحك عليك، عكس لو انت اشتريت من الافراد حوارات بقى وعايز ارجع وهرفع عليك قضية والكلام الفارغ ده. الاحسن اشتري من مكان ثقة، اشتري مستعمل، ما تشتريش جديد لان الجديد انت بتخسر فيه، اشتري مستعمل. ولما تيجي تصلح ما تصلحش في التوكيل، لما تيجي تصلح صلح في ورشة تكون ثقة. المعادلة الصعبة انك تلاقي حد ثقة تصلح عنده العربية، وانك تلاقي حد ثقة تشتري منه العربية، ده اللي بيبقى صعب شوية، فبيخلي الناس تروح تشتري جديد ويخلي الناس تروح تصلح في التوكيل. يعني اعمل تأمين المحامي واعمل تأمين العربية. تأمين العربية انا مش بتكلم على التأمين الإجباري اللي هو لو حد خبطك لو انت غلطان هو اللي بيصلح، لو انت غلطان انت بتدفع له، لكن لو هو اللي غلطان هو اللي بيدفع لك. ده كويس عن تجربة ان ساعات انت ممكن تكون مش غلطان وتتدبس فيها انك انت اللي غلطان، فيترتب عليه ان انت لبست. وده اللي حصل لي لما عملت الحادثة بتاع العربية. اعمل التأمين الشامل اللي هو بغض النظر مين فيكم الغلطان، التأمين هيصلح العربية، لان في بعض الاحيان ممكن تصليح العربية يكون بنفس ثمن العربية، فالحادثة ممكن تضيعك. تاني حاجة التأمين بتاع المحامي. في حاجة اسمها تأمين المحامي، انك لو كفل الشر مثلا عملت حادثة والبوليس ظلمك وقال لك انت الغلطان وفي الحقيقة انت ما كنتش غلطان، فبتلاقي ان انت عايز ترفع قضية عشان انت مش غلطان، فبتلاقي ان تكاليف القضية هي تكاليف شراء عربية جديدة. ومشكلة القواضي هنا انك انت لما بترفع قضية اللي بيكسب باشا، اللي بيخسر بيدفع كله. ففكره ان اللي بيخسر يدفع كله دي يعني انت ممكن تلبس لبسه وحشه جدا. اللي عامل التامين بتاع المحامي، والله التامين هو اللي بيدفع مصاريف المحامي بس، خلاص خلصت الدنيا بسيطه جدا. فاعمل موضوع تامين المحامي. ابعد عن الشغل الحرام او الشغل اللي فيه شبهه. ولو انت مش متاكد اذا كان الشغل ده حرام ولا مش حرام، اسال شيوخ داخل وخارج المانيا عشان تتاكد. من احد الحاجات، انا مش شيخ فمش هقول حرام ولا حلال، بس واحد مثلا بيشتغل في مكتب بريد، مكتب البريد ده نصه مكتب بريد والنص التاني بيبيع خمور وسجاير وحاجات، فانت جزء من الموضوع ان انت بتتعامل مع البريد، بس الجزء التاني انت بتبيع خمور. حلال ولا حرام؟ اسال وابعد عن الحرام، هتلاقي ربنا بيفتح لك سكه. انا في مره من المرات كنت محتاج فلوس جدا وكنت بدور على وظيفه وانا طالب، ودورت على وظائف كتير جدا وقدمت على وظائف كتير جدا ولم اقبل ولم اوفق في اي حاجه فيهم، وجالي وظيفه هي شكلها حرام. وكنت بتكلم مع اهلي وبحكي لهم وكده، فقالوا لي ابعد عن الحرام ربنا هيكرمك. وفعلا لما بعدت عن الحرام ربنا كرمني من الواسعه. ابعد عن الحرام وربنا هيكرمك. خليك حذر في معاملاتك خاصة مع العرب. داء وباء مرض انا معرفش، بس بيحصل انه يلاقي ان انت عربي وربنا كرمك وبتاع، يبدأ ان هو يحقد عليك. تلاقي ان واحد بيحاول يلبس واحد في حاجة عشان ياخد بوينت عند الحكومة. انا معرفش، تعاملاتي للأسف خلينا نقول 80% منها طلع في شنك و20% منها طلع رائع جدا وممتاز جدا. خليك حذر لان الناس بتاكل في بعض بصوره مرعبه، مش كل الناس بس شريحه كبيره. طول ما انت طالب حاول ان انت تسافر على قد ما تقدر، لف اوروبا كلها. انت حر دلوقتي وتقدر تسافر بتكاليف قليله جدا. في المستقبل لما تتربط في وظيفه او تتربط في شغل مش هتعرف ان انت تسافر ومش هتعرف ان انت تتفسح زي دلوقتي. سافر وانبسط ولف اوروبا كلها علشان تحط شنطه ظهرك عليك كده وسافر وانطلق. الدنيا حلوه، استمتع بيها طول ما انت طالب. النصيحه الاخيره، بلاش شقاوه. بلاش شقاوه ان انت تزور ورقه او ان انت تعمل حوار او اسفين والحاجات دي. بلاش شقاوه. الحياه ابسط بكتير جدا من احنا نقعد نعمل حوارات وننصب ونسرق ونهرب من الضرايب ونهرب من تذكره القطر والكلام ده. عيش حياتك بصوره مستقيمه، هتلاقي الحياه كويسه ومش هتشتكي كتير من البلد. هتقعد تحور وتعمل حوارات وتكذب هنا وتسرق من هنا وتعمل من هنا، هتلاقي حياتك صعبه جدا وحياتك نكد جدا وهتبقى مكتئب. امشي صح، يحتار عدوك فيك. الى كل الناس اللي موجودين في ألمانيا، قولوا لنا في التعليقات على نصايح تنصحوها لأي حد عايش في ألمانيا أو هيجي يعيش في ألمانيا. أي حد محتاج مساعدة في أي حاجة يقول لي، وكالعادة ادعوا لي.